ست البيت، انا عارف ان اكتر اهتماماتك وجودك في المطبخ. اول حاجه لازم نتكلم عليها في المطبخ وجود مثلث الحركه. معانا هنا في المطبخ، هنا الثلاجه، معانا الديب فريزر، معانا هنا بوتاجاز، معانا هنا الحوض. اصبح ان مثلث الحركه موجود مريحك جدا في المطبخ. هنتكلم على توزيعه المطبخ. معانا المطبخ ده من خامه البوليلاك، معانا متقفل بكامل المطبخ، موجود لحد السقف زي ما حضراتكم شايفين. الخامه دي اهم حاجه نهتم بيها بالمطبخ. الحشو الداخلي لازم يكون الحشو الداخلي كونتر من نوع كويس، هو ده الفلوس اللي مدفوعه في المطبخ وليس خامه المطبخ. دي حاجه مهمه جدا لازم نهتم بيها. توزيعه المطبخ اللي موجوده معانا، وحدات التخزين بالكامل. معانا هنا غساله الاطباق، معايا هنا غساله الملابس، معايا هنا الحوض السمارت زي ما حضراتكم شايفين. معانا هنا خلاط الشيف هيريح ست البيت جدا. معانا هنا موجود باسكت الزباله موجود في الحته دي. معانا وحدات التخزين السفليه، معانا البول اوت اللي موجود جنب البوتاجاز. معانا انواع البوتاجازات، ده بوتاجاز بيلت ان بيتخرم له في الرخامه. معانا وجود الشفاط موجود فوقه، لان احنا مطبخ امريكان عشان الادخنه ما تطلعش لبره. طب احافظ عليه ازاي؟ احافظ عليه ان انا بعمل له مدخنه بتطلع بالكامل لحد بره. وحدات التخزين العلويه، معانا هنا الزراع المنطبق الموجود معانا. معانا هنا المطبخيه موجوده. معايا هنا وحدات التخزين بكامل المطبخ. المطبخ لو مساحته قليله تستفادي منه جدا. معانا في البار هنا استغلينا تحته. معانا هنا ادراج الخضروات موجوده هنا. معانا هنا ادراج العميقه بتاعه الحلل. معانا ادراج المعالق. معانا هنا برضو الماجيك كورنر، ما تنساهوش الماجيك كورنر بيستغل المساحه الداخليه من جوه استغلال امثل. تمي بمطبخك. انا عارف ان السعاده في البيت بتطلع من المطبخ، ولو مطبخك مش كويس انا عارف ان دي حاجه هتضايقك، فاهتم بيها جدا.